عبد الحي انت ابقى هون. ارفص. معلم انا رح ضل هون. ان شاء الله مبروك شركتك الجديدة ومنصبك الجديد ومهمتك الجديدة. بس هذا الوقت مو مناسب لزيارة مجاملة. ما فيك تقول عني واحد مهذب كتير، على الأقل مع بعض الناس. وأنا كمان هيك عند اللزوم. شو بدك؟ إذا طلبت روحك بتعطيني إياها؟ مراد علمدار، إذا في شي بدك تقوله قوله وروح من هون. أنا جاي اسمعك. شو بدك تسمع مني؟ قال بدك تحكم البلد وبدك تدير الإعلام كمان. قلي لشوف كيف بدك تديره؟ مين يلي رح يديروه باسمك؟ ومين أنت حتى تجي تحاسبني؟ تعرف اسمي منيح، وإذا بتحب تسمعه مرة تانية بقول لك يا مراد علمدار. شوف يا مراد، أنا شايف كتير مثلك مفكرين حالهم عم يخدموا البلد، ولليوم ما وطيت راسي لتهديد أو ابتزاز حدا منهم، ومن هون وهيك ما رح أتغير أبدا. مراد، أنت حابب تخدم بلدك؟ روح على ضيعتك وصير مختار. ما عندك ضيعة؟ كون تحت أمري وأنا بقلك شو رح تعمل. طيب ماشي، انت اللي مين عم تخدم لحتى اعرف مختار ضيعتك. مرة بتطلع مع الألمان، ومرة مع الأمريكان، ومرة مع الإسرائيليين. انت مين أبوك؟ الزام حدودك. إذا بتلزم حدودك بتعيش كتير. وإذا ما لزمتها؟ بعلمك إلك ولكل اللي مثلك يلزموا حدودهم. قلبي أنا مو رقيق مثل داوود، ما بحب دلل الناس. بدي أعلم كل شي لكل المدللين كيف يكونوا. وهلأ حتى ما تموت بدك تبوس ايدي. معرفة الحدود تعني انك تعيش كأنك رح تموت بعد شوي. انت ما بتقدر تقتلني. بدي اقتلك يا مراد وطعميك للكلاب. انت شو مفكر؟ خلص.